السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عذرا على الكلفتة دي لان الجو ساقع بجد. انا من نوعية الناس اللي ما بحبش الشتاء عامة، يعني عشان نفسي امسك الناس اللي بيحبوا الشتاء اخنقهم كده. عموما ازيكم عاملين ايه؟ وكل سنة وانتم طيبين ويا رب تكونوا بخير، ووحشتوني والله العظيم بجد. الموضوع اللي انا طالعة اتكلم فيه، طالعة اكلم الشباب اللي طالعين يعتمدوا على اهاليهم. يعني انت دلوقتي شاب لسه في ريعان شبابك، بتبدأ حياتك، عايز اهلك يجوزوك، عايز اهلك يكبروك، عايز اهلك يصرفوا عليك، عايز اهلك تعمل مصايب يلموا من وراك، عايز انت فين دورك؟ انت فين نجاحك؟ انت فين شخصيتك؟ انت فين كاريرك؟ فين انت؟ فين من كل ده؟ لما تبقى طالع تعتمد على اهلك، تعتمد على كل اللي حواليك، ومش عارف تعتمد على نفسك. يعني انا مش عارفه اقول لك يا ابني او يا اخويا او اللي بيسمعني. ومن يتوكل على الله فهو حسبه ويرزقه من حيث لا يحتسب. لازم يبقى عندك طموح، ولازم يبقى عندك شخصية، ولازم تعتمد على نفسك. اعتمادك على الله الأول، يعني اعتمادك على الله ان ربنا، الرزق بتاع ربنا سبحانه وتعالى، وفي السماء رزقكم وما توعدون. بس ربنا مش هينزل لك الرزق وانت قاعد مكانك ينزل عليك من السماء، لا. الرزق هينزل لك امتى؟ لما تقوم تسعى وتشتغل وتجتهد على نفسك وتصلي قبل اي حاجة، لان ربنا مش هيبارك لك في مالك من غير الصلاة. تاني وتالت وعاشر، صلوا 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 يا شباب. ما تضيعوش شبابكم في ان انتوا ما انتوش قريبين من ربنا سبحانه وتعالى. تمام. انت دلوقتي شاب لسه بتبدأ حياتك، دور، اجتهد. ما تقولش لا، مش هيحصل، لا مش لا. ربنا سبحانه وتعالى بيدي البني ادم اللي عايز، بيدي البني ادم المجتهد. يعني زي اللي بيذاكر وفي كلية بيجتهد على نفسه وبيذاكر وبيحضر محاضرات وبيهتم بتعليمه، ربنا بينجحه. ربنا ما بيخيبش عمل بني ادم ابدا او تعب بني ادم. لكن ان انت تبقى قاعد تستنى اهلك يصرفوا عليك، اهلك يجوزوك، اهلك يعلموك، لازم يكون لك شخصيتك واعتمادك على نفسك بعد اعتمادك على الله سبحانه وتعالى. يعني الشباب اللي طالعة، بدل ما تيجي في الأجازة تروح تصيف هنا وتروح تلف هنا وتعاكس البنات اطلع اشتغل، اتعلم مهنة. كان زمان أهالينا كانوا كده، كانوا أيام التعليم تعليم وأيام الأجازة كانوا بيطلعوا يشتغلوا. في منهم اللي ما كانش محتاج، يعني كان ظروفه المادية كويسة، بس كان بيطلع يشتغل عشان يبقى راجل، عشان يبقى راجل صح، يقدر يفتح بيت، يقدر يشيل أسرة. أما الشباب اللي طالعة النهاردة بيصدقوا ياخدوا الأجازة ويروحوا، ده في ناس أنا آسفة أنا شرقت تقريبا حد جاي في سيرتي. اللي أنا عايزة أقوله، يعني الشباب اللي بتبقى النهاردة ما بتصدق الأجازة تيجي، عايزين يصيفوا، بياخدوا من أهاليهم فلوس ويروحوا يصيفوا في الساحل ومش عارفة فين، في السخنة وفين وفين وفين. مش هتعمل نفسك، مش هتبقى راجل، مش هيعتمد عليك. عشان كده نسبة الطلاقات كترت. أول ما بيحصل مشكلة مع أول خلاف يلا طلق. ليه؟ عشان اللي بيجي سهل بيروح سهل. فيا شباب بلاش كده، يا شباب اعتمدوا على نفسكم شوية واجتهدوا وخلي عندكم طموح. صدقوني هتوصلوا، لو كل واحد عنده فكرة معينة أو عنده طموح معين في حاجة هيوصل، وربنا هيديله اللي هو عايزه. الشرقة دي مش حد جاي في سردي، ده حسد، والله حسد. انا كنت هموت. عموما انا بكلم الشباب كلها زيهم زي ولادي. بقول لولادي ما تعتمدوش علينا، اعتمدوا على الله الاول وعلى نفسكم، اشتغلوا اجتهدوا. مش كل حاجة اهلك، ومش كل حاجة ان انت تعيش حياتك وعايز اهلك يجهزوك وعايز. الطلقات كترت علشان انا قلتها زمان كلمة لحد مني واتحققت. قلت لهم كده، اللي بيجي سهل بيروح سهل، لكن لو اجتهدنا واشتغلنا وتعبنا عشان نكون بيت هنحافظ عليه، مش هنفرط فيه بسهولة. والبنت والبنت تحوش من مصروفها
وتشيل بيت ابوها وهي قاعده في بيت ابوها، تسيبها بقى من انها خلاص هتتجوز وهي ملهاش دعوه. لا 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 خالص. يا جماعه اتعودوا ان انتوا تشيلوا المسؤوليه، اتعودوا ان انتوا تشيلوا المسؤوليه. والسلام عليكم، عشان انا هموت بجد.